شباب، فيديو اليوم وزن السيارة. ايش قد وزن الكي 5 ال2500 توربو الجي تي ال290 حصان. نوديها الميزان ونشوف ايش قد وزنها ونتأكد من عدها على مود تصير عندكم معلومات كاملة. هواي من الشباب يقولون وزنها طن ونص او وزنها خفيف او الى اخره، بس هي بالحقيقة اثقل من هواي سيارات حتى المانية. زين، خلوكم تابعين الفيديو ونشوف التفاصيل. وهسه يا شباب وصلنا لمرحلة وزن السيارة. طبعا صعدنا السيارة على القبان. هذا القبان يستخدم لوزن السيارات الكبار، اللوريات والهذا. انا دائما اجيب سيارات اوزنهم بي. خلينا نشوف ايش قد الوزن يا شباب. وزن السيارة طن و730 كيلو، يعني نفس وزن التشارجر. يا شباب وزننا السيارة وشفنا ايش قد وزنها. طلع وزنها طن و730. بصراحة كنت اتمنى يطلع وزنها طن ونص. هسه تقولون ليش؟ بالعكس. اي حبيبي، كل ما يكون وزن السيارة قليل استهلاكها للوقود يصير قليل. كل ما يكون وزن السيارة قليل بريك ما تصرفه هواي. كل ما يكون وزن السيارة قليل السيارة تصير انطلاقتها وقوتها سريعة حيل. ولو هاي السيارة ماكينتها كبيرة، يعني ما قاصرة بالانطلاقة وبكل شيء، بس يعني هاي وزنها حالها حال التشارجر. همين وزنها طن و740، هاي طن و730، يعني فرق 10 كيلوات. التشارجر اثقل 10 كيلوات يا ولد. زين. بالنسبة للبي ام دبليو ال 525 ذي طلعت وزنها طن ونص. يعني شوفوا ايش قد الفرق. فرق تقريبا 200 كيلو. زين. فما له علاقة السيارة، ما لها علاقة بالوزن، لها علاقة بالمحرك ولها علاقة بقوة السيارة. زين، ان شاء الله الفكرة واضحة. واليوم سويت لكم فيديو وزن السيارة. لهنا وانتهى الفيديو شباب. ان شاء الله عجبكم، وان شاء الله عرفنا ايش قد وزن السيارة وعرفنا معلومات بسيطة عن وزن السيارة. اخوكم حسن المسيباوي، في امان الله. ما مشترك بالقناة يشترك بالقناة، واللي عجبه الفيديو يعطينا لايك.